عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، هناخد النهاردة درس تاريخ جديد، هو ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. تعالوا نشوف ايه ظروف البلد قبل تولية محمد علي كحاكم على مصر. أحوال مصر قبل حكم محمد علي: شهدت مصر بعد خروج الفرنسيين من مصر 1801 حتى تولي محمد علي عدة اضطرابات وفوضى. طب ليه؟ ايه اللي ادى لانتشار الفوضى والاضطراب بعد خروج الحملة في مصر؟ اول حاجة كان الصراع بين المماليك والعثمانيين وانجلترا، رغبة في استئثار كل منهم بالسيطرة وفرض نفوذه على مصر، وفي النهاية استمرت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. طيب ايه السبب بين الصراع بين المماليك والدولة العثمانية وبريطانيا للسيطرة على مصر؟ المماليك كانوا أكثر القوى المتصارعة اتصالا بالمصريين وبطرق حكمهم، وفشلوا بسبب انقسام صفوفهم وعدم اتفاقهم، حيث كان كل حزب منهم متابع لدولة معينة. محمد بيك الألفي كان بيتعاون مع بريطانيا، عثمان بيك البرديسي كان عايز يرجع فرنسا، عثمان بيك حسن كان عايز عودة الحكم العثماني. ده بالنسبة للمماليك. طب الدولة العثمانية كانت عايزة تستعيد سيطرتها على مصر مرة أخرى، لذلك قرر السلطان العثماني محاربة المماليك والقضاء عليه. ثالثا بريطانيا كانت بتطمع في فصل نفوذها على مصر لكي تحتل المواقع المهمة على شواحن البحر المتوسط والبحر الأحمر لتأمين طريق مواصلاتها إلى مستعمراتها في الهند. ده بالنسبة للقوى المتصارعة اللي كانت موجودة في مصر قبل حكم محمد علي. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل. بريطانيا شاركت الدولة العثمانية في إخراج الفرنسيين من مصر، ولكنها ظلت مرابطة في مصر وما خرجتش. فضلت قاعدة لحد ما تم عقد صلح إميان بين كل من إنجلترا وفرنسا في مارس 1802، اللي بمقتضاه سحبت بريطانيا قوتها من مصر وخرجت في مارس 1803. ده بالنسبة لبريطانيا. نيجي بقى للدولة العثمانية. بدأت الدولة العثمانية تستعيد حكم البلاد مرة أخرى، فقام الشعب المصري بالعديد من الثورات ضد الولاة العثمانيين، وكان أهمها الثورة اللي قامت في مارس 1804، وكان سببها عجز الولاة العثمانيين عن دفع رواتب الجنود المتأخرة وفرض رواتب وإتاوات على الأهالي. الضرائب والإتاوات على الأهالي دي هي اللي كانت سبب في ثورة الشعب المصري 1804. طيب ايه هي النتائج المترتبة على ثورات الشعب المصري ضد الولاة العثمانيين؟ إثارة السخط العام، قيام انتفاضات وثورات ضد الولاة. في الوقت ده يا ولاد بدأ يظهر محمد علي. طب مين هو محمد علي؟ محمد علي باشا اتولد 1769 في مدينة قولة، أحد موانئ مقدونيا في بلاد اليونان اللي كانت تحت الحكم العثماني، وبدأ يمارس حرفة التجارة، ثم التحق بالجيش العثماني وجاء إلى مصر مع القوات الألبانية لمحاربة الفرنسيين، وكان قائد للجند الألبان في مصر. ده نبذة بسيطة عن محمد علي، وتعالوا نشوف دوره. أما يجي يتكلم ويقول لي ما هو موقف محمد علي من ثورات المصريين ضد الولاة العثمانيين، وكيف كسب محمد علي عطف وثقة الشعب المصري وزعمائه، وكيف برزت شخصية محمد علي للشعب المصري، الثلاث أسئلة دول إجابتهم واحدة، إنه أول حاجة عملها جهر بانضمامه للعلماء والمشايخ اللي كان عندهم كلمة وسلطة على كل أفراد الشعب المصري. اختلط بالساخطين، بدأ يتعهد للعلماء بأنه هيبذل قصارى جهده لرفع الضريبة عن الناس، واقترح تعيين خورشيد باشا والي على مصر، اللي تم تعيينه من قبل السلطان العثماني، وترتب عليه ان كسب محمد علي عطف الشعب المصري وثقة زعمائه. نظر اليه الشعب المصري كرجل عادل بيقهر الظلم وبيكرهه. طيب وفي نفس الوقت ابعد عن اذهان المصريين والعلماء والمشايخ ان هو بيطمع للوصول لكرسي الحكم.
طيب ازاي اتولى محمد علي بقى حكم مصر؟ اتولى محمد علي يوم 13 مايو 1805. اجتمع زعماء الشعب من العلماء والنقباء وشيوخ الطوائف في دار المحكمة اللي هو بيت القاضي، وقرروا عزل خورشيد باشا الوالي العثماني وتعيين محمد علي بدلا منه، بعد ما أخذوا عليه العهود والمواثيق بأنه يسير بالعدل ألا يبرم أي أمر إلا بمشورة المشايخ والعلماء. وكانت هذه أول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم فيها عزل الوالي العثماني وتعيين غيره بإرادة الشعب المصري وليس بإرادة السلطان العثماني. دي أول مرة تولى فيها محمد علي. نيجي بقى بعد كده في 9 يوليو 1805 أصدر السلطان العثماني فرمان بيتضمن عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي والي على مصر، وده طبعا بناء عن إصرار العلماء والمشايخ والنقباء على تعيين محمد علي كوالي على مصر. فاضطر السلطان العثماني انه يصدر فرمان بتعيينه موافقة لرأي أهل الشعب المصري. طب تعال نشوف ازاي محمد علي قدر انه يوطن سياسته وسلطته ونفوذه في مصر. قبل ما محمد علي يبني الدولة الحديثة كان عليه انه يطمئن لاستقرار الحكم في يده، بس عشان يعمل ده كان لازم يتخلص من 4 مشاكل واجهته في بداية حكمه. ايه هي ال4 مشاكل دي؟ اولها محاولة نقله من مصر في يوليو 1806 على يد بريطانيا، والتانية حملة فريزر، والتالتة الزعامة الشعبية اللي ما يقدرش ياخد اي قرار الا بموافقتها، والمماليك اللي بيتصارعوا للوصول لكرسي الحكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. محمد علي اول مشكلة واجهته كانت محاولة نقله على يد بريطانيا. حاولت بريطانيا نقل محمد علي من مصر وتولية محمد بيك الألفي المملوكي عشان تضمن انها تطمئن على مصالحها الاقتصادية في مصر. فاقنعت السلطان العثماني بعزل محمد علي واسناد ولاية مصر الى محمد بيك الألفي كأول والي عثماني اخر بحجة استقرار الاوضاع الاقتصادية في مصر. فاستجاب السلطان العثماني لبريطانيا وارسل اسطولا يحمل فرمان بنقل محمد علي من ولاية مصر الى ولاية سالونيك في مقدونيا، وتسليم السلطة دون معارضة او مقاومة للوالي العثماني الجديد اللي جاء مع الاسطول في يوليو 1806. بس طبعا قبل ما يوصل الفرمان لمصر كان توفى محمد بيك الألفي. طيب ازاي استطاع محمد التخلص من محاولة بريطانيا نقله؟ عن طريق الزعامة الشعبية. وقفت الزعامة الشعبية بجانب محمد علي وضغطت على السلطان العثماني ان هو يعيد تعيين محمد علي في مصر كوالي على مصر وتثبيت حكمه عليه. فاضطر السلطان العثماني بسبب ضغط الزعامة الشعبية انه يرضخ لأوامرهم وتخلى عن فكرة نقل محمد علي، واصدر امره بتثبيت حكم محمد علي على مصر. يبقى دي خلص من محاولة نقله. طب تعالوا المشكلة التانية، حملة فريزر كانت في مارس 1806. لان بريطانيا ما تخلتش عن فكرة الاستيلاء على مصر، وكانت بتحاول تنتهز اي فرصة وتنفذ وتبعت حملة عسكرية للاستيلاء على مصر بسبب اللي شافته من حملة الفرنسية في مصر، وعرفت وتأكدت ان اللي يستولي على مصر هيقدر يتحكم في طرق التجارة في البحر المتوسط والبحر الأحمر. فبريطانيا انتهزت الفرصة لما تدهورت العلاقة بينها وبين السلطان العثماني، راحت بعت حملة عسكرية هي حملة فريزر في مارس 1806. بعتتها لخلع محمد علي واحتلال مصر وتعيين محمد بيك الألفي المملوكي. فاستغل محمد علي الفرصة
بتاعة الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض منسوب النيل في أغسطس 1808 ليتخذ بعض القرارات اللي حققت أغراضه في السيطرة والانفراد بالحكم، واضطرت كل أفراد الشعب إنهم يسمعوا كلامه وينفذوا أوامره. طيب ده ليه؟ لأن محمد علي انتصر على حملة فريزر وأخرجها خارج مصر. طيب نتائج الحملة كانت ايه؟ توقيع الصلح بين فريزر قائد الحملة الإنجليزية ومحمد علي، جلاء الحملة مقابل الإفراج عن الأسرى، ودخول محمد علي الإسكندرية منتصرا رغم أنه لم يشترك في حرب الحملة، كان مشغول بحربه مع المماليك في الصعيد، لكن المصريين بقيادة الزعامة الشعبية هم اللي قدروا ينتصروا على حملة فريزر، وجه محمد علي ودخل الاسكندرية كقائد منتصر رغم انه لم يشترك في حرب حملة فريزر. المشكلة، تعال نشوف خط سير الحملة. الحملة نزلت في ميناء الاسكندرية، مشيت على ساحل البحر المتوسط لحد ميناء رشيد، ودخلت مدينة الحماد، وهناك قابلها المصريين بمقاومة شديدة، إلى جانب أنهم اختطفوا العديد من الجنود الإنجليز، مما اضطر القائد فريزر لعقد الصلح وجلاء الحملة في مقابل تسليم الجنود المختطفين. نيجي للزعامة الشعبية. ازاي محمد علي قدر انه يتخلص من الزعامة الشعبية اللي كانت سبب في توليه حكم مصر مرتين، المرة الأولى في مايو والمرة الثانية في يونيو؟ محمد علي أدرك قوة الزعامة الشعبية المتمثلة في السيد عمر مكرم ودورها في توليته للحكم أكتر من مرة، وهو عايز يتخلص من القيود اللي فرضتها عليه الزعامة الشعبية، وهي شروط توليته لحكم مصر، انه ما ياخدش اي امر ولا ينفذ اي حاجة الا بموافقة الزعامة الشعبية. فرأى محمد علي انه عشان ينفرد بحكم مصر لازم يتخلص من الزعامة الشعبية وما يبقاش عليه وصاية ولا رقابة شعبية من اي حد. فضل يترقب الوقت المناسب للتخلص من السيد عمر مكرم. ايه اللي حصل؟ استخدم اسلوب الترغيب والترهيب طارا، ومرة أخرى اللي ساعده في تنفيذ اللي هو بيدور عليه انقسام القيادات الشعبية بينها وبين بعضها، اللي حقق له هدفه ان هم بدأوا يوقعوا بينه وبين السيد عمر مكرم، فبدأوا يعملوا دسائس بين محمد علي وبين السيد عمر مكرم. فمحمد علي انتهز الفرصة دي وراح خالع السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف وأبعده، ثم نفى بعد ذلك إلى مدينة دمياط في 1809، وبعد كده خرجوا خارج البلاد، وبكده تخلص تماما من الزعامة الشعبية. فاضل له مشكلة واحدة وهي مشكلة المماليك. طيب اما يقول لي بما تفسر تخلص محمد علي من المماليك؟ ليه؟ اولا لانهم بيمثلوا احد عناصر الفساد في البلاد. اتنين، كانوا مصدر دائم للفوضى، بيعملوا فوضى ويعملوا مشاكل ويعملوا ثورات ضد الولاة العثمانيين. فعشان محمد علي يوطد سلطته كان لازم يتخلص من المماليك. طيب ازاي قدر انه يتخلص منهم؟ حرمهم من تولي المناصب الرفيعة في الدولة زي مشيخة البلد، طردهم في كل مكان في مصر عشان يقضي عليهم، واخر حاجة عملها انه دبر مذبحة القلعة في مارس 1811. طيب دبر لهم المذبحة ليه؟ عشان يتخلص منهم تماما. دعاهم كلهم للعشاء عنده، وبعد ما تناولوا العشاء امر جنوده بقتل كل امراء المماليك اللي كانوا موجودين في حفل القلعة، كلهم اتقتلوا ما عدا واحد ابراهيم بيك اللي نط بحصانه من فوق سور القلعة وهرب لبلاد الشام. وبكده تخلص محمد علي من كل المشاكل اللي كانت بتواجهه امام توطيد سيطرته وانفراده بالحكم في مصر. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي باذن الله. نتمنى اللي بيشتري الجديد
يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان ان شاء الله توصلوا كل الدروس الجديدة بإذن الله. واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.